السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مكان. كنا عرضنا مع بعض الدرس الأول والثاني في الجبر اللي هو الأعداد التخيلية وتحديد نوع جذرية المعادلة. إن شاء الله بقى النهاردة هناخد فرع جديد اللي هو الهندسة ونشوف بتتكلم عن ايه. طبعا أول درس بيتكلم عن حاجة اسمها التشابه. التشابه ده أنت درسته في تانية إعدادي، يعني مش جديد على حضرتك. تشابه المضلعات والمثلثات. حضرتك تشابه المضلعين يتشابه المضلعين إذا تحقق الشرطين. لازم يتحقق الشرطين معا، مش واحد بس، لازم الاثنين. الزوايا المتناظرة تكون متساوية في القياس، والأضلاع المتناظرة متناسبة. يا رب تكون مركز. هو قال إيه؟ هو بيقول لك الزوايا متساوية والأضلاع متناسبة. فيا رب تكون الحاجات دي طبعا نظري لازم تذاكره كويس جدا عشان يختار، ويختار في ثانوي بيجي النظري اكتر من المسائل، فركز. وعشان امتحانات الشهر بتاعت حضرتك يبقى عشان يتحقق تشابه المضلعين لازم يتحقق الشرطين دول، ان الزوايا المتناظره تكون متساويه في القياس والاضلاع متناسبه. وهنشرح لك التفاصيل كلها دلوقتي. في بقى ملاحظات لازم تبقى عارفها عشان بيجي لك الحاجات دي في اختر برضه. المضلعين المتشابهان لثالث يكونان متشابهان. يبقى لو في مضلعين بيشابهوا بعض، مضلعين مشابهين لثالث يكونان، يعني مثلا ده بيشابه واحد ثالث وده بيشابه واحد ثالث، يبقى اكيد الاثنين دول متشابهين. جميع المضلعات منتظمه يعني اضلاعها متساويه. جميع المضلعات المنتظمه زي ايه؟ زي مثلا المربع، خلاص، التي لها نفس عدد الاضلاع متشابهه. جميع المربعات متشابهه. جميع المثلثات المتساويه الاضلاع متشابهه. يبقى جميع المربعات متشابهة، جميع المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع متشابهة، وجميع المثلثات المتساوية الأضلاع متشابهة. تعالى بقى نتوكل على الله أنا وأنت كده، ويلا مع بعض بعزم مهمة كده مع بعض. توكل على الله ونبدأ نشوف النظري، بقية النظري برضه، ونحل مع بعض المسائل. دي حتة دي مهمة جدا بقى، دي مهمة جدا أوي أوي. حضرتك لما تيجي تطبق القانون، فعشان تطلع الاضلاع او عشان تطلع الزوايا لازم أن يكون هو مديك الحروف دي عند حضرتك، واعلمك ازاي تعملها اللي هو مش مديها لك. يعني كده زاويه الف بتناظر س، يبقى زاويه الف بتساوي س، وب بتساوي ص، وج بتساوي ع، ود بتساوي ل. دي كده معنى اللي انا كنت بقوله من شويه، اللي هي الزوايا المتناظره متساويه. طب الاضلاع بقى يعني ايه متناسبه؟ يعني حضرتك الف ب على س ص بيساوي ب ج على ص ع بيساوي ج د على ع ل بيساوي ألف د على س ل بيساوي كاف. وكاف ده هنسميه شوية كده حاجة اسمها معامل التشابه. ومعامل التشابه لو كان معامل التشابه ده أكبر من واحد يبقى فيه تكبير، لو هو أصغر من واحد يبقى تصغير، لو بيساوي واحد يبقى تطابق. والحالات دي مهمة جدا عشان برضه بتيجي في. ممكن برضه عند حضرتك يبقى محيط الأول على محيط الثاني بيساوي طول ضلع الأول على طول ضلع الثاني، غلطة، بيساوي معامل التشابه اللي انا كنت بقول لك عليه. وبيقول لك في السؤال، بيقول لك في الملحوظه اللي بعدها مضلعان متشابهان يمكن ان ينقسما الى نفس العدد من المثلثات التي يشابه كل منهما نظيره، فاذا كان عدد اضلاع مضلع عنهم ضلع فان عدد المثلثات هتساوي انهم ناقص 2. طبعا الحته دي خدتها في اعدادي. لو هو طلب منك عايز عدد المثلثات، يعني مثلا لو قال لك هات لي عدد المثلثات في المربع ليه كام ضلع؟ 4، يبقى 4 ناقص 2 2. هات لي عدد المثلثات في السداسي 6، يبقى 6 ناقص 2 4، يبقى في 4 مثلثات كده، وهكذا. خلاص، يلا بقى بعزم مهمة أنا وأنت مع بعض، كشكولك الجميل، ويلا بينا نشوف التدريبات والأسئلة المهمة على الدرس. هات لي التمارين، عايزين التمارين، تمارين حلوة، الحلويات والجمال مع بعض كده. هنحل كتير جدا جدا دلوقتي. صلي على النبي يلا ونبدأ مع بعض. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان المثلث أ ب ج يشابه المثلث د ه و. خلاص أنا عرفت إن هم متشابهين. طب يقول لك 3 ب ج بيساوي 4 ه و. صلي على النبي وركز معايا. أنت حضرتك عرفت إن المثلث ده بيشابه المثلث ده، فيتحقق شرط من الاتنين اللي هو الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع متناسبة. أنا عندي أضلاع ما عنديش زوايا. طب يعني أنا لو جيت كتبت الضلع بتاع ده أو أ ب على د ه بتساوي ب ج على ه و بيساوي أ ج على د و، وربنا ده اللي أنا استفدته من اللي أنت قلته. قلت له ماشي، نعمله زي الفل.
طب ماشي، ما عنديش ارقام مصر، اعمل ايه؟ لا عندي حضرتك بس انت مش واخد بالك. حضرتك درست النسبه في اعدادي وعارف ان انت عشان تخرج دي بالمنظر ده لازما يعني ب ج هتاخد 4. يعني اكن ب ج دي كده بكام؟ ب4 وهي واو ب3. هو ده الكسر المعلوم عند حضرتك. ماله بقى الكسر المعلوم ده؟ هو معامل التشابه والله، هو معامل التشابه. هو الكسر المعلوم ده اللي هو المعامل بتاع التشابه اللي هو كاف. يعني الإجابة 4/3 بس. ماشي، تعال نشوف السؤال اللي بعده. يقول لك مضلعان متشابهان، النسبة بين طول ضلعين متناظرين فيهما 3/4. ماشي، يعني ده كده الضلع الأول وده الضلع الثاني، ده معنى الكلام. فإذا كان محيط المضلع الأصغر، طب عادي، إيه المشكلة؟ اكتب القانون، لسه قايل لك القانون بيقول إيه؟ محيط الأول على محيط الثاني بيساوي طول الضلع الأول على طول الضلع الثاني. خلاص ماشي أهو. ضلع الأول على الضلع الثاني بيساوي محيط الأول على محيط الثاني. يلا نعوض. ضلع الأول ب3 والضلع الثاني ب4. محيط الأول 15 ومحيط الثاني اللي هو محيط الأكبر مش موجود. اعمل مقص، يبقى محيط الثاني هيساوي 4 في 15 على 3. 15 على 3 فيها 5، 4 في 5 ب20، يبقى الإجابة 20. والدرس كله كده. الهندسة رائعة وجميلة وممتعة، والله جميلة. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كان كاف معامل تشابه المضلع س، ماشي، إلى المضلع ص، حلو، فإن المضلع س هو تكبير للمضلع ص. ما احنا قلنا تكبير دي لسه في الملاحظات، مش قلت لك النظري في الهندسة مهم جدا، لازم تكون مذاكره قبل ما تحل الدرس، لازم. فنسبة التكبير احنا قلنا بتكون أكبر من الواحد، معامل التشابه أكبر من الواحد. يعني حضرتك فين في الاختيارات أكبر من الواحد؟ أكيد ده وربنا ما في غيره. يبقى لما يقول لك معامل التشابه ده بس، معامل التشابه ده بص، فهو تكبير، يعني ميم واحد تكبير للمضلع الثاني ميم 2. ده معناه ايه؟ ان الكاف اللي هو معامل اكبر من الواحد. فين في الاختيارات اكبر؟ 1.7، اكيد مش 1 ولا 7 ولا 0. بس السؤال اللي بعده، هو عايز كده بس نوصل للسؤال. والله ما قلت لك النظري بيجي كتير في الامتحان والله في ثانوي. اذا كان المضلع ده يشابه المضلع ده، بدانا بقى المسائل بقى. كان ركز بقى معايا. طبعا هنا واضح جدا من السؤال ان هو مش مديك زوايا، يبقى انا مش هحقق شرط الزوايا، انا هحقق شرط الايه؟ الاضلاع. اذا يتشابه المضلعين اذا كانت اضلاعهما المتناظره متناسبه. متناسبه يعني ايه؟ يعني حضرتك كل نسبه بين ضلع ده على ده بيساوي الثاني، وانت عندك هو مضلع رباعي، يبقى حط الاربع اضلاع معايا كده وتعالى نشوف. هاخد من هنا مثلا لام ميم، مين اللي بيناظره هنا؟ س ص. ميم نون، مين اللي بيناظره هنا؟ صاد عين. نون ه، مين اللي بيناظره هنا؟ عين لام. لام ه، مين اللي بيناظره في المضلع الثاني؟ س لام. كل ده بيساوي حضرتك محيط المضلع لام ميم نون ه على محيط المضلع س صاد عين لام. خلاص كده، يلا تعالى نروح نعوض بقى. لام ميم موجوده؟ لا. س صاد موجوده؟ لا. طب ايه اللي موجود؟ اللي موجود صاد عين وميم نون. قلت له خلاص انا مش عايز دي في حاجه ولا عايز دي في حاجه ولا عايز دي في حاجه، انا عايز ده وعايز ده. انا بس كتبتهم عشان اشرح لك الموضوع بيجي ازاي. ميم نون عند حضرتك اهي قاعده ب8، صاد عين ب6 يساوي محيط المضلع لام ميم نون اهي اهو ب48. هو بقى عايز محيط المضلع الثاني، بدل ما تكتب كلمه محيط المضلع اكتب س يا عم، اي رمز. حط مثلا اي رمز، ميم مثلا، اي رمز واعمل مقص. ميم دي مكان ايه؟ اهو عشان بس ما تتلخبطش، بلاش لحسن حد يتلخبط اهو. بلاش نعمل حوار الرموز دي، والله لا اكتبها زي ما هي اهي. 8/6 بتساوي محيط المضلع ده ب48 على ده مجهول اهو، مجهول مجهول مجهول. اعمل بقى المقص، يبقى محيط المضلع س صاد عين ل بتساوي 48 في 6 على 8. 48 على 8
فيها 6 6 في 6 ب36 يبقى الإجابة ألف. كلام زي الألماس. السؤال اللي بعده برضه بص كل معظم المثال ايه نظري اهو. بص رموز وحلويات اهي. حضرتك انا اول ما قريت الجمله دي عرفت ان انا كده وكله اضلاع قدامي اهو، راح اطبق شرط الاضلاع اللي هو ايه جدع برافو عليك وانت بتقول اهو مذاكر وجدع معايا. الاضلاع المتناظره متناسبه وهم مضلع رباعي. ادي يا عم الاربع اصول بتوعنا. هاخد الف ب اللي بيناظروا س ص، هاخد ب ج اللي بيناظروا ص ع، هاخد ج د اللي بيناظروا ع ل، هاخد ألف د اللي بيناظروا س ل. طيب يا مستر ما فيش حاجة أعوض بيها. أقول لك بس اصبر يا عم ما تستعجلش، شوف هو عمل إيه. هو ضرب ألف ب في ع ل. طب ماشي يا عم، فين الكسر اللي في ألف ب أهو، فين الكسر اللي في ع ل أهو، خدهم دول مع بعض وارمي الباقي أهو. هاتهم لي كده يا عم ما نتفاهم معاهم. ألف ب على س ص بتساوي ج د على ع ل. طب أعمل إيه؟ أعمل مقص. ألف ب في ع ل أهي، ألف ب في ع ل بتساوي س ص في ج د. طب مثلا فين مفيش ناتج يا ابني، هو ده اللي هو عايزه اهو. حضرتك ألف ب في ع ل أهي، ج د أهي، يبقى فاضل س ص. فين س ص في الاختيار ده بس. ماشي يلا بينا اللي بعده. أهو بص كل معظم المثال نظري إزاي؟ كل مما يلي صحيح ما عدا. يعني بقى يبقى انت عندك 4 اختيارات منهم 3 صح، هو عايز الواحده اللي غلط بقى. يبقى تعالى نقرا الاختيارات. جميع المربعات متشابهه، ايوه دي صح، دي صح، هو عايز الايه الغلط. جميع المضلعات المتطابقه متشابهه فيما بينها، ايوه دي برضو جمله صحيحه. جميع المثلثات المتساويه الاضلاع صحيح، كل ده صح، هو عايز الإجابة الغلط. يبقى جميع المستطيلات متشابهة فيما بينها طبعا لا، فدي الإجابة اللي أنت تختارها. ويقول لك كل مما يلي صحيح ما عدا إيه؟ ما عدا دي. ماشي. السؤال اللي بعده. إذا كان المضلعان متشابهان متطابقان. متطابقان يعني معامل التشابه اللي هو كاف يساوي 1. مين هنا هيطلع لك بواحد؟ قال لي وربنا 100%. ما 100% دي أكنها 100 على 100 يعني هتساوي 1. وهو بيقول لك متطابقين بس كده. انا قلت لك ذاكر النظري معايا علشان الاسئله بتيجي نظري اكتر. يلا تعالى كده نشوف السؤال التاني بيقول ايه. بيقول لك اذا كان المثلث ا ب ج بيشبه المثلث ا د ه. طيب احنا قلنا عشان شرط التشابه يا اما زوايا يا اما اضلاع، المتوفر عندك في المساله اضلاع. وشرط الاضلاع ان الاضلاع المتناظره تكون متناسبه. هات التناسب بين الاضلاع. ادي ا ب على ا د. جدع كده كمل. ب ج على د ه بيساوي أ ج على أ ه. يلا نعوض كده باللي موجود عندك. أ ب مش موجودة وأ د مش موجودة، ماشي عنها ما كانت موجودة. ب ج عندك ب ج أهو ب5 وده ه ب3. طيب أ ج أهي، أ ج الحتة دي أهي اللي هي 3 س زائد 2 معايا كده، وأ ه اللي هي س زائد 2. بص بقى في حل سريع جدا للموضوع ده، بدل ما تروح تعمل طرفين في وسطهم وتبهدل الدنيا. هتروح ماسك الآلة. تعالى معايا بقى في الآلة كده واحدة واحدة. هكتب السؤال ده كله على الآلة يديك الإجابة على طول. تعالى كده نشوف الآلة الحاسبة معانا أهو. أهي تعالى لي بقى كده واحدة واحدة. بص معايا كده السؤال واحدة واحدة. السؤال كان عندك أهو اللي هو كان لسه كاتبينه من شوية. 5 على 3 أهو. حضرتك هتروح داس على زرار الكسر، تروح كاتب هنا أهو 5 وتحت تنزل تكتب 3 أهو. كتبت الكسر اللي احنا كنا كاتبينه. بعد كده عايز بقى حضرتك كده تكتب يساوي، تروح دايس هنا اهو ألفا كالك، كتبت علامة اليساوي تمام. بعد كده دوس على زر الكسر تاني. عايز تكتب بقى 3 س زائد 2 اهو، يبقى 3. عايز تكتب السين تروح دايس ألفا قوس ايدك اليمين اهو ظهرت السين. او اي حرف عايز تكتبه كده ألفا قوس ايدك اليمين زائد 2 اهو زائد 2 كده. انا كتبت البسط اهو. انزل بقى على المقام اعمل نفس الكلام. س زائد 2 اهو يبقى ألف قوس ايدك اليمين كده. انا كتبت السين زائد 2. دي عشان دي عشان هتطلع الاجابه على طول، لكن الآلة بتاع سيادتك مش هتطلع الاجابه على طول. فسيادتك هتعمل ايه بقى عشان تطلع الناتج؟ ما تدوس يساوي، لا تدوس شيفت كالك
وبعد كده تروح دايس علامه يساوي، هتروح مطلع لك الناتج. بس يبقى بعد ما تخلص وعايز تطلع الناتج ما تدوس يساوي على طول، لا تدوس شيفت كالك بعد كده تدوس يساوي، هيطلع لك الاجابه. تعال بقى نرجع للسؤال كده، انت طلعت الاجابه معاك واحد اهو. نرجع للسؤال، هتروح مختار واحد على طول بس كده، تروح مختار الاجابه واحد على طول، بدل ما تروح تعمل مقص وتعمل زيطه وحوار على الفاضي. بس كده خلاص. اي بقى سؤال عايز تعمل نفس الكلام اعمل نفس الحوار ده. المضلعان المشابهان يكونان متطابقان. احنا قلنا الحاله بتاعت التطابق ان معامل التشابه بيساوي واحد بس خلاص. بس الموضوع زي ما قلت لك، بص معظم المسائل عباره عن نظريه. شوف المسألة اللي بعديها. في الشكل المقابل ده بيشابه ده، قلت له استنى اضلاع ولا زوايا؟ قال لي اضلاع. طبق شرط الاضلاع اهو مثلث، يبقى ا ب على ا ه بتساوي ب ج على ه د بتساوي ا ج على ا د. طب يلا نعوض. ا ب معاك؟ قلت له اه ا ب كلها اقدر اجيبها ب5، يبقى ده كده كله ب5. طيب ا ه ب2.5. طيب ب ج مش موجوده، ده اله مش موجوده على ان هم كانوا موجودين. ا ج، بص حضرتك عندك حل من حل، انا هحل المساله دي بحلين. ا ج كلها، واحد يقول لي هنا 2.5 وهنا 2.5، ما لو دي ب 2.5 كان زمانك حليت المساله هتبقى غلط. هو عايز ا ج كلها مش موجوده، ا ج كلها مش موجوده. طيب والف د ب3، حضرتك تعمل طرفين في وسطين. هتقول لي يا مستر طب ما انت كده هتجيب ا ج، اقول لك ايوه، ما انا هروح اجيب ا ج كلها وهطرح منها 2.5 جبت ه ج. ماشي فهمت. يبقى 5 في 3 على 2.5. حضرتك تروح ماسك الآلة اهو، 5 في 3 على 2.5 تطلع 6. كده ا ج كلها كده ب6. اكيد مش هتروح، ما هو في 6 اصلا، هو مش عايز ا ج يا ابني، هو عايز ده. يبقى هتقول له ه ج بيساوي 6 ناقص 2.5 اهي، 6 ناقص 2.5 يطلع 3.5. يبقى الإجابة 3.5. طب ماشي مستر، مفيش بقى طريقة أجيب بيها ه ج على طول؟ في طريقة أحل لك بيها ه ج، حل آخر. ركز بقى معايا بقى، نمسح أهو الحل ده كده أهو. من الأول خالص بقى قال لك هفرض إن ده ب س. ماشي يا مستر هفرضه ب س، يبقى أ ج كلها عبارة عن س زائد دي اللي هي 2.5، وهحل المسألة بالمعادلة زي المسألة اللي فاتت. طيب تعال نشوف. حضرتك أ ب كلها ب5، 3 زائد 2، وأ ه ب2.5، أ ج اللي أنا فرضتها بس زائد 2.5، وأ د اللي هي ب3. يا إما تعمل حوار السولف اللي أنا وريته لك على الآلة، يا إما تروح تعمل الطرفين الوسطين. حضرتك هتقول س زائد 2.5 هيساوي 5 في 3 على 2.5. دي اللي انا لسه حاسبها في الحل الاولاني، اللي هي كانت طلعت بكام؟ اللي هي كانت طلعت ب6، وادي دي بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 6 ناقص 2.5 يطلع معاك 3.5. اهي طلع معاك نفس الاجابه. عندك الحل ده والحل ده، او طريقه الاله اللي هي سولف. تعال نشوف المثال اللي بعده. مستطيلين متشابهين بعد الاول. كلمه بعد يعني طول وعرض، يبقى اكن هو كده بيديك في المعطيات ان طول الاول بيساوي 12 وعرض الاول بيساوي 8. ماشي. ومديك في المساله كمان، انا بخرج المعطيات اهو، ومديك في السؤال محيط الثاني بيساوي 60. هو عايز ايه؟ طول المستطيل الثاني. قلت له طيب تمام. قلت له طب انت مديني محيط، تعالى كده نجهز للحل محيط الاول. انت معاك محيط الثاني فلازم يكون معايا كسر معلوم، فعشان يبقى معايا كسر معلوم لازم يكون معايا محيط الاول على محيط الثاني. محيط المستطيل حضرتك درسته من زمان، الطول زائد العرض الكل في 2. انت ده كده بتكلم على الطول الاول والعرض الاول عشان شغال على المحيط الاول. عوض بقى. الطول الاول اللي هو 12، عرض الاول 8، كل ده في 2. ودي حضرتك لما تحسبها كده تديك كام؟ تديك 40. تقدر بقى تحل السؤال. طب بيتحل ازاي السؤال؟ اهو طول الاول على طول الثاني بيساوي عرض الاول على عرض الثاني بيساوي محيط الأول على محيط الثاني.
هو طالب منك ايه في السؤال؟ الطول. خلاص يبقى العرض ملوش لازمه في الموضوع. الطول الاول ب 12، الطول الثاني مش موجود هو طالبه. طب محيط الاول قلت لك لازم نجيبه عشان كده اهو ب 40، ومحيط الثاني ب 60. اعمل الطرفين والوسطين هتطلع بالاجابه. يبقى الطول الثاني بيساوي 12 في 60 على 40. 0 ضرب مع 0 مش على بعض 3 18. يبقى الاجابه 18 سم. بس خلصت المسألة. ماشي كلام جميل. السؤال اللي بعده ده برضه سؤال نظري، بيقول لك إذا كان كاف معامل التشابه للميم 1 وميم 2 وكانت المضلع ميم 1 تصغير. طب ما تصغير، ما أنا لسه قايل لك تصغير، يبقى الكاف أقل من الواحد، يعني محصور بين الصفر والواحد. طب أصغر من الواحد بس ما ينفعش يبقى سالب أكيد. طب يبقى دي كده ما تنفعش ودي كده ما تنفعش. دي 3 على 2 يعني دي 1.5، دي كده أكبر من 1 ما تنفعش. أنا عايز أصغر من 1 يبقى هي دي. بس شفت كل النظر اهو، النظر اهو شغال معاك. طب يلا السؤال اللي بعده. مضلعان متشابهان النسبة بين محيطيهما 4 إلى 9. ماشي، نسبة بين محيطيهما أيوه، يعني محيط الأول على محيط الثاني بتساوي 4 على 9. تكون النسبة بين طول الضلعين، ما أنت عارف إن النسبة بين طول الضلعين، ما أنت مش كنت بتكتب طول الضلع الأول على طول الضلع الثاني بيساوي محيط الأول على محيط الثاني بيساويها. يبقى ده كده هيساوي النسبة بين طول الأول على طول الثاني، يعني هتبقى الإجابة في الآخر 4 برضو إلى 9 نفس الإجابة. ماشي السؤال اللي بعده. المثلثان المتشابهان يكونان متطابقان إمتى؟ والله لسه قايلها، متطابقان يعني لما يكون معامل التشابه بيساوي 1. تمام. السؤال اللي بعديه. العبارات الآتية الصحيحة دي برضه أنا لسه قايلها لو فاكر. جميع المثلثات المتساوية الساقين المتشابهة، وعايز هنا بقى المرة دي العبارة الصحيحة. المرة اللي فاتت كان عايز العبارة الخطأ، فركز. العبارة الصحيحة طبعا هنا جميع المربعات متشابهة. لو فاكر كنا قايلينها في أول شرح الدرس خالص. المسألة اللي بعديها إذا كان المثلث ده بيشابه المثلث ده، قلت له خلاص شرط التشابه يا أضلاع يا زوايا. أنت عندك إيه في السؤال؟ أضلاع. إيه شرط الأضلاع؟ الأضلاع المتناظرة متناسبة. الأضلاع المتناظرة هنا أ ب على د ه بتساوي ب ج على ه واو بتساوي أ ج على د واو. أ ب معاك ب3، د ه معاك أيوه ب6، ب ج هو عايزها. طب ه واو ب8، خلاص دي ملهاش لازمة، اعمل مقص. يبقى ب ج بيساوي 3 في 8 على 6. 3 في 8 24، 24 على 6 فيها ال4، يبقى الإجابة 4 سم اللي هو الاختيار أ معاك. ماشي يا معلم، جميل، هندسة جميلة رائعة، كلام عظيم. اللي بعديها واحدة نظري برضه اهي، اتكررت كتير، خلي بالك المسألة دي. المضلعان المتشابهان يكونان متطابقان إذا كان معامل التشابه كان بتساوي 1. السائل. السؤال اللي بعده فيها الشكل المقابل. الواد أول ما شاف الشكل ده اتخض، قال لك إيه الشكل الغريب ده؟ يا عم أنت بتتخض ليه؟ مسألة حلوة. متشابهين، قال لك يبقى يا زوايا أضلاع. إيه اللي متوفر قدامك أهو؟ أضلاع، شرط الأضلاع، ويلا بينا. يلا بينا على طول. أ ب على ق ك وب ج على ك لام أ ج على ق لام. يلا نعوض باللي متوفر عن طبعا كل ده بيساوي ك اللي هو معامل التشابه، لأن هو طالبه عايز معامل التشابه أهو. طيب أ ب عندك بكام في السؤال؟ أ ب ب15. ماشي كده. ق ك ب10، ب ج ب12، ك لام بس، أ ج ب14، ق لام بصاد. كل ده بيساوي ك اللي هو معامل التشابه. طيب حضرتك ده كده اسمه معامل التشابه. ما هو اكيد معامل التشابه ده عشان يطلع لازم حضرتك تختار النسبة المعلومة. فين النسبة المعلومة؟ اللي هي دي. يبقى معامل، يبقى المطلوب الأول اللي هو أ أهو، معامل التشابه هيساوي 15 على 10. تعال نبسطها. لو قسمت دي على 5 فيها 3، لو قسمت دي على 5 فيها 2، يعني هتساوي 1.5. هو ده معامل التشابه. طب هو عايز ايه بعد كده؟ عايز منك س وصاد. يلا بقى مقصاتك الحلوة بقى. س بتساوي، هعمل مقص هنا كده عشان اجيب س، فهتبقى 12 في 10 على 15.
دي كده هتبقى 120 على 15. لو قسمنا هنا على 3 هيدينا 40، وهنا فيها 5، 40 على 5 فيها 8، 5 في 8 ب40، ادي ب80 تديها للآلة. نروح عشان نجيب صاد هتخبي دي كده وتعمل مقص كده، نعمل مقص من هنا كده كده كده، يبقى صاد هتساوي 14 في 10 على 15. هنقسم هنا على، مالناش دعوة بيها، تحطها على الآلة ماشي. دي على 5 فيها 3 على 5 فيها 2، 2 في 14 هيدينا 28 على 3. بس كده. هو كان عايز مننا ايه في السؤال؟ كان عايز معامل التشابه وطلعناها، وكان عايز قيمة كلها من س وصاد وطلعناها. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. يقول لك في الشكل المقابل برضو وباستخدام الأطوال المبينة على الرسم اوجد طول كل من. ماشي، أنت معاك إيه؟ معاك أضلاع، يلا هات شرط الأضلاع. طبعا أهو يلا اكتب برهان بقى المرة دي بقى. يلا، بما أن المثلث ج ب أ يشابه المثلث ج ه د، إذا الأضلاع المتناظرة متناسبة. مش ده الشرط؟ يبقى ج ب على ج ه بتساوي ب أ على ه د بتساوي ج أ على ج د، ويلا نعوض بالأرقام. ج ب كلها ب12، وج ه ب4، ب أ 9، ه د هو عايزها أكيد أهي. ج أ كلها عندك حل من الاتنين بقى، تعمل اللي أنا عملته من شوية، نحط هنا س، يبقى ج أ كلها هتبقى عبارة عن س زائد 4 أهي، س زائد 4 على ج د، وج د عندك ب5. وتبدأ بقى تعمل طرفين في وسطين. تعال نعمل طرفين في وسطين عشان نجيب ه د. يبقى ه د بيساوي 9 في 4 على 12، 36 على 12 فيها 3. هات بقى الكسر المعلوم ده مع ده، تعالى كده نتصرف فيه مع جنبه. 12 على 4 بتساوي، طبعا ما تنساش ان السين دي اللي هي ه أ، ها، يبقى ه أ زائد 4 على 5. خلاص بعد كده دي كده اللي هي السين، انا فارضها بسين، يعني هتبقى 12 على 4 بتساوي س زائد 4 على 5. ولما نجيب س يبقى هي دي إجابة ه أ. نعمل مقص، يا إما اديها للآلة بطريقة الصلب. مقص أهو يا معلم، 4 في س ب4 س زائد 4 في 4 ب16، كل ده بيساوي 12 في 5 ب60. يلا ودي الناحية التانية بعكس الإشارة. 4 س بتساوي 60 ناقص 16، 60 ناقص 16، 60 ناقص 16 44، اقسم على 4 تطلع 11. مين هي س دي بقى اللي احنا مسمينها ه أ؟ بس تمام، كلام زي الألماس. السؤال اللي بعده حلويات. مثلثان متشابهان. ماشي يا عم، ايه المشكلة يعني؟ انت بتهددني انا عشان هم متشابهين؟ بما ان المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ب ج، إذا الأضلاع المتناظرة متناسبة. يلا، يبقى أ د على أ ب، د ه على ب ج بتساوي أ ه على أ ج. صح يا معلم؟ يلا قول بقى. أ د ب6، ها، أ ب كلها. قال لها مثلا هعمل الحركة اللي أنت بتعملها دي عجبتني أوي، هسمي دي س. يبقى أ ب كلها هتبقى س زائد 6. أيوة، وماله يا معلم؟ يلا بينا أهي، س زائد 6. طيب ده ه هي قدامك ب4، ها، ب ج ماشي جدع ب12، أ ه جدع ب5، أ ج كلها. ما ينفعش بقى تفرض دي بس ودي بس، يعني افرضها برمز تاني صاد مثلا، فيبقى أ ج كلها هتبقى صاد زائد 5. أيوة ماشي يا مستر، بس أنا كنت رايح أسميها س. لا أيوة البطيخة ما ينفعش، ما ينفعش، لازم ده ضلع وده ضلع تاني، يعني الاتنين مش متساويين، يبقى ازاي تسمي دي س ودي س؟ ماشي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل مقص من هنا عشان نجيب س، ومقص من هنا عشان نجيب صاد. يا اما ادي دي صلب وادي دي صلب هيطلع لك س وصاد. بس انا ما بحبش الصلب ده، انا هحلها بدماغي. ماشي يا عم، تعالى نحلها بدماغك. اهو نعمل طرفين في وسطين، يبقى س زائد 6 بتساوي 6 في 12 على 4 اهي، 6 في 12 على 4.
12 على 4 فيها 3 6 18، يبقى س زائد 6 بتساوي 18، ودي الستة بعكس الإشارة، يبقى س بيساوي 18 ناقص 6 هتطلع 12. كده انت جبت السين. مين هي السين؟ مين هي السين؟ اللي هي ده الب. يعني انت كده جبت ده الب بتساوي 12 سنتي، هو كان عايز طول ده الب، كده جبنا ده الب. ماشي، هات بقى الكسر المعلوم ده برضو مع المجهول التاني اهو. يبقى 5 على ص زائد 5 بتساوي 4 على 12. يلا يبقى ص زائد 5 بتساوي، جدع انا سامعك اهو بتقول اهو، 5 في 12 على 4 60 على 4 فيها 15، يبقى ص زائد 5 بتساوي، ده الكسر ده كده بكام؟ ب15. ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى ص 15 ناقص 5 يبقى ص بتساوي 10 سنتي. مين هي الصاد دي؟ مين هي الصاد؟ اللي هي ج ه، اللي هي المطلوب التاني. يبقى أنا كده جبت ج ه بتساوي 10 سنتي. كلام ممتاز، أتمنى تكون فهمت الدرس. ده كان آخر سؤال معانا. هسيب لك بقى سؤال تاني أهو، هوريك سؤال تاني أهو تبدأ أنت تحله بقى لوحدك. أتمنى يكون الدرس اتفهم والدنيا واضحة معاك. لو في أي حاجة اكتب لي في الكومنتات تحت. أشوفكم في أمان وأشوفكم على خير في حصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.